بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده فيديو جديد من قناة شهد كيتشن، ان شاء الله تستفادوا منه ويعجبكم بإذن الله. بس قبل اي حاجة طبعا بنسمي بالله وبنصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما احنا شايفين احنا معانا حصالة. الحصالة دي اتعملت لها فيديوهات كتيرة جدا جدا على اليوتيوب، بس انا جاية اقول لكم على فكرة ان شاء الله تستفادوا منها بإذن الله. الفكرة اللي هي ان احنا بنبتدي نحوش من دلوقتي، مثلا ان شاء الله يعني ما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ويدينا العمر باذن الله باذن الله، ويبلغنا رمضان باذن الله ان شاء الله السنة الجاية. هيبقى معاكي ان شاء الله مبلغ حلو قوي لو هتحطي كل يوم اي مبلغ معاكي. يعني لو هتقدري مثلا تحطي كل يوم 50 جنيه 20 جنيه، حتى لو 10 جنيه زي دي كده كل يوم هنحطها، او 5 جنيه او اي حاجة معاكي. طبعا 5 على 5 او 10، اي مبلغ هيعمل معاكي مبلغ كبير قوي. لسه احنا قدامنا كتير قوي طبعا على رمضان. يعني احنا لسه رمضان خالص الشهر اللي فات يعني احنا لسه حوالي 11 شهر او 10 شهور على رمضان ان شاء الله. فكده انت هيبقى معاكي مبلغ حلو قوي، هيبقى معاكي مبلغ محترم. هتقدري مثلا لو نفسك تجددي حاجه في شقتك. كتير منا بيحب على دخلة رمضان بيجيب مثلا حاجات في المطبخ جديده، بيحب مثلا يبيض، بيحب طبعا هدوم الولاد طبعا دي اكيد يعني كلنا بنجيبها. تكوني مثلا عايزه تجيبي حاجه ليكي انت شخصيا، فاكيد ان شاء الله ان شاء الله هتنفع. طبعا 10 جنيه يعني في الوقت اللي احنا فيه ده ولا اي حاجه. فانت لو كل يوم رميتيها في الحصاله انت طبعا هتستفادي، من ضمن مصروف البيت، من ضمن مثلا ما بتنزلي مثلا تجيبي طلبات البيت وانت طالعه كده تبقى معاكي في بوكك 10 15 5 جنيه ان شاء الله. حتى لو 3 جنيه 2 جنيه برضو بترميهم في الحصاله. اكيد طبعا مره على مره او يوم على يوم المبلغ طبعا يعني الحصاله بتاعتك بتتملى. ولو ربنا كرمك هاتي كمان حصالة تانية يعني. فاهمين قصدي ايه؟ قصدي ان احنا يعني على بال ما يجي رمضان ان شاء الله يبقى معانا مبلغ حلو قوي زي الجمعية كده يعني. بس يعني اهم حاجة بقى في الموضوع كله ان انت تنسيها. يعني ان انت مثلا حطيتي حاجة فيها خلاص، انا هشيلها في مكان مثلا معين بعيد عن ولادي، بعيد عن ايدي، ان انا احط فيها الفلوس وانساها خلاص. لكن مثلا لو هتحطي في دماغك ان انت شايله فلوس على جنب، لا، انت هتروحي في اقرب وقت انت محتاجه فيه حاجه هتروحي جايه فاتحاها وطبعا كسراها وكده واخده اللي فيها. لا، انت اول ما تحطي فيها انت تنسي ان انت حطيتي اي حاجه فيها. فاهمه قصدي؟ يعني ان احنا ننسى الفلوس اللي احنا بنحوشها فيها. كده تبقى بعيدة عن ايدك، وتبقى طبعا ما تقوليش كمان لاولادك عليها، علشان يعني ايه، ما حدش مثلا تبقي محتاجه فلوس، يا ماما انت معاكي حصاله مثلا افتحيها طب وشوفي ايه اللي فيها. لا، انت جايه تنسيها اصلا. بس كده. فانا والله قصدي يعني ان انا مثلا افيدكم زي ما انا جات لي الفكره من اسبوع كده، فقلت لا انا اجيب حصاله وابتدي احوش فيها. طبعا طلباتنا كتير ما بتخلصش، بيبقى نفسنا في حاجات كتير جدا نجيبها، مثلا لينا لاولادنا للبيت. بس كده. وان شاء الله يا رب الفكره تعجبكم وتستفادوا منها. وان شاء الله باذن الله كده ان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية ان شاء الله. تتابعوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك وتشيروا الفيديو عشان يعني اكبر عدد من الناس تستفاد منه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.